عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وفي صحة وفي سعادة. إن شاء الله يا ربي تكونوا فرحانين وكلكم طاقة إيجابية. أنا رجعت لكم في روتين شتوي في نهاية بارد في نهاية جديد. مرحبا مرحبا بالجميع في قناتي، مرحبا بكم في روتين جديد وفي نهاية جديد. الروتين هذا ما فيهش برشا قضيات، جيت نصبح عليكم وهكا نقضوا مع بعضنا في الدار قضية خفيفة ونتنشطوا مع بعضنا. اللي تحب تنظف دارها واللي تحب تقضي وتعمل دورة في دويرتها، والطقس بارد وبالطبيعة نشجعوا بعضنا. وقت امتحانات، وقت الناس تحضر لصغيراتها، ان شاء الله يا ربي ينجح الجميع. وكف الامتحانات بطبيعتنا نبداو نحضروا للصغيرات، نخففوا شوية القضية متاع الدار ونتولهوا بيهم، ان شاء الله يا ربي ينجحهم. جيت نصبح عليكم، ما هوكا حليت شبابك باش يخرج الهواء متاع الليل وتخرج نفس متاع النوم ويدخل هواء نظيف ونقي، والدار تتهوى بالطبيعة تبدا ريحتها بنينة وما فماش ريحة النداء وريحتك النوم. لازم الصباح حتى كون الطقس برد نحلو الشبابك ونهوى الدار شوية. لهنا حضرت معاكم قهوتي باش نعمل اومليت. قصيت اومليت بطريقة مختلفة. قصيت شوية خبز، مرسوات خبز، نجمرهم في شوية زبدة وبعد نقلبهم ونصب عليهم الأومليت. هي أعظم وجبن ما فيهاش معدنوس، عملتها كيكة بنزرب فيسع هاكا كيبة الخبز تجمروا، نصب عليهم الأومليت ونخليهم يطيبوا. تشوفوهم كيكة الخبز ظاهر، مي بعد كي نقلبوها الأومليت ما عادش باش يظهر الخبز، راهو باش تولي عبارة هكا طاجين، ولا معناها ماهوش باش يظهر الخبز جملة مع الأومليت. هاكا صبيت نخليها اطيب من اللوطة على نار هادية، وبعد نقلبها تشوفوها كيفاش في النهاية. هاكا الطقس برد بطبيعتنا ديما نلوجو الصباح على كعيب عظم مسموط على حاجة سخونة. ديما في الشتاء ماذا بينا نميلو لحاجة سخونة، ما ناكلوش البارد الصباح. سيرتو انا حاجة حلوة راني ما نحبهاش الصباح وما نحبش ناكل الحلو الصباح. اهوكا شفتوها كيفاش في النهاية. اهوكا الخبز ما ظهرش جملة وتغطى بالعظم والجبن، وعبارة ما فيهاش خبز جملة. هكاك تشبع حتى الصغيرات، تشبعهم. وفكرة هكا احنا بطبيعتنا نبدلو كل يوم شنو نفطرو شنو نحطو في فطور الصباح، ما فيها بس نعملوها الطريقة هذه. هكا حتى اللي ما يحبش الخبز ومش ديما ساعة يعملها، ما فيها بس للتنويع للصغيرات وحتى لنا نحنا ككبار. سخنت الحليب، حطيت القهوة متاعي، هاكا فيسع نشربها ونفطر ونشوف شنو عندي قضيات في الدار. مرحبا بكم، نشكر الناس الكل اللي مشتركة في قناتي واللي دخلت جديدة. مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني وربي يخليكم ليا. ما تنسونيش في اللايك، ما تنسونيش في الكومنتير، نشكركم برشا. لهنا دخلت لك البيت الاخرى، زاد حليت الشباك، نظمتك البيرو، لقيته داخل بعضه باش ننظم البيرو متاع ولدي. هكا نظمت لك الكرارس الكتب. انا ننظمه بطبيعته ما يخليش منظم، هو ديما مدخلوا بعض، وحتى كي نبدا نعارك ولا نقوله نظموا ينظموا اما بعد كي يجي يقرا كي العاده كل شيء يدخل بعض. ولميتك الحوايج غاديكا نمسخها باش نهزها لكن نسترد باش نمسخ. لهنا عندي لهنا بعد ما عملت دورة في الدار وعملت مسحة للدار، طيبت الفطور، سكرت الشبابك، عندي كشوية الحوايج هاكا باش نتويهم. بصراحة المرة اللي في الدار ربي يعينها. والله حتى واحد كي يسألكم شنو تخدموا ما تقولوش احنا ما نخدموا في حتى شيء، بالعكس هي الأم تعبة، هي سيدة البيت متاعها، ما هيش تخدم في حتى شيء. الحقيقة الأم اللي في الدار إن شاء الله ربي يعينها وكهو. باش نتويك الحوايج
باش نحطهم في بلاصتهم، بطبيعتهم قعدوا كيكا مكومين فوق الفرش مش منظر، وهاكا حتى الدار تنقص الحوسة كي بدات باش متوي كل حاجة في بلاصتها. الحقيقة هما مش برشا، أنا طويت منهم حوايج ولدي والحوايج الآخرين هزيتهم للبيت الأخرى، وهاذوما هاكا حوايجنا متاع بيت النوم باش نطويهم ونحطهم زادا في القلاص. باش الشتا بصراحة خشين وغسلان صعيب، مش كيما في الصيف هاكا قطايع خفيف وفي صاع يشيحوا وحتى طويانهم ساهل وغسيلهم ساهل، أما باش الشتا خشين وبطبيعتنا في الشتا والبرد نلبسو برشا حوايج وكبوت وجيلية وبرشا قطايع مش كيما الصيف هاكا الدبش خفيف. أما بصراحة الشتا أنا تعجبني ونحب لبستها ونحب ركشتها. صايت ويتك الحوايج باش نحطهم في بلاصتهم، الدويرة نظيفة لأن يظل قريب ما 3 باش نمشي نجيب ولدي باش نعمل الساعة قهوتي متاع العشية نشربها وبعد نخرج للمدرسة. هاكا ديما نشارك معاكم سيرتو قهوة العشية باش هاكا واحد بعدك التعب وكل القضية متاع الدار وكل المجهود والأم اللي تجري وتخمم في الفطور وتخمم في العشاء، ما فيها بس تدلل روحها هاكا تحط شوية حلو تحط قهوتها تحل التلفزة وتقعد على روحها تاخو راحة. أنا بطبيعتي ما ناكلش الحلو هاكا باش نحط هاك القهوة، عندي شوية برقدين مدالينا باش نفصي كعيبتين ونهزهم ونبقى على روحي نشرب قهوتي وبعد نخرج نجيب ولدي من المكتب. ان شاء الله يا ربي يعجبكم الروتين هذايا، ان شاء الله يا ربي ندخل عليكم هكا شوية فرحة وطاقة إيجابية فيها نهاية الشتاء وفيها البرد. وبالطبيعة المرا ديما ساعات في الشتا تبخل على قضية دارها، ما فيها بس نتفرجوا على الروتين ونتنشطوا ونقضوا ديارنا ونفرحوا برواحنا. بالطبيعة هاكا اللي يشرب تاي زادا يطيب كويس تاي منعنع ما فيها بس، اللي تشرب قهوة تعمل قهوة، كل واحد وشنو يشرب. صغيرة وقت زاد امتحانات بالطبيعة نركزوا معاهم شوية، القضية راهي ما توفيش وعمرها ما هي باش توفى، نجاح صغيراتنا أهم من كل شيء. ساي القهوة متاعي حضرت باش نشربها معاكم، إلى اللقاء في روتين جديد، ومرحبا بكم مرحبا بكم، نورتوني وشرفتوني.